السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مودي جلال من قناة فيش ستور. عندي شيء لا خالص، ده صوت شبح الأمونيا. الشبح اللي بيطاردنا كل يوم علشان خاطر نحافظ على أسماكنا إنها ما تموتش. العدو الأول لأي حد بيربي سمك. العدو اللي إحنا مش عايزينه بأي حال من الأحوال إنه يخش أحواضنا. العدو ده عشان خاطر تعرف إزاي تقضي عليه أو إزاي أصلا ما يخشش حوضك لازم تدرسه كويس. عشان تقضي على أي عدو ليك لازم الأول تدرسه وتعرف عنه كل حاجة، مراكز قوته ومراكز ضعفه علشان تعرف ازاي تحاربه. يلا بينا نبتدي حلقة النهارده. السلام عليكم. مادة الأمونيا من أكثر المواد السمية على الإطلاق في أحواض أسماك الزينة، والسبب الرئيسي لموت الأسماك. طيب تعالوا بينا نتعرف شوية كده الأمونيا إيه هي. الأمونيا عامة هي نوعين. أول نوع الأمونيا الأيونية والغير أيونية. الأمونيا الأيونية هي بيرمز ليها برمز ال NH4 ودي مش عاوزينها. اللي تخصنا النهارده الأمونيا الغير أيونية وده رمزها في الجدول الدوري NH3. مادة الأمونيا ليها خاصيتين مهمين جدا. أول خاصية إن مادة الأمونيا بترتفع بارتفاع ال pH بتاع المية. طيب يعني إيه ترتفع بارتفاع ال pH؟ يعني لو ال pH عندي فوق السبعة تبقى المية إيه؟ حمضية. اعرف كده إن الأمونيا عندك هتزيد أو بالفعل زادت. الخاصية التانية ارتفاع درجة الحرارة. طب ليه ارتفاع درجة الحرارة بيساعد الأمونيا إنها تعلى أو ليه بيساعد معدلات الأمونيا إنها تعلى؟ لأن بمنتهى البساطة درجة الحرارة عندك لو في حوض لو عليت النبات، لو في نباتات ميتة عندك النباتات دي هتتحلل بسرعة، فضلات الأسماك هتتحلل بسرعة، الأكل اللي أنت بتحطه وبيتبقى من السمك وما بياكلهوش وبينزل جوه الجرش ده هيتحلل بسرعة. سمكة ميتة وأنت ما شفتهاش هتتحلل بسرعة. كل الحاجات دي لما تيجي تتحلل تطلع على هيئة أمونيا، فبالتالي نسبة الأمونيا زي ما بيقولوا النهارده كده، او المصطلح الدارج اللي احنا بنستخدمه دلوقتي على طول يقول لك مثلا الفلان ده علاقته بفلان علاقه توكسيك، او انت علاقتك بفلان علاقه توكسيك. توكسيك دي بمعنى انها علاقه سامه، علاقه ضاره غير مفيده، انت ما استفدتش من الادم ده بحاجه، بالعكس ده ضرك. عشان كده احنا بنتكلم في ماده يعني اعلى مراتب التوكسيك اللي هي الامونيا. غير بقى النتريت والنترات اللي احنا اتكلمنا عنهم في حلقه الدوره البيولوجيه من فتره، لما جيت قلت لك ازاي هنعمل الدوره البيولوجيه وازاي الدوره دي تتعمل. قلنا نتريت وبعدين نترات وبعدين تتحول لامونيا وبعدين بكتيريا نافعه وبقيه القصه. بس ماده النتريت او النترات ما بتبقاش بنفس السميه قوي او بنفس الضرر قوي. يعني في مرحله ان انت عندك النتريت او النترات ابتدت تعلى شويه في الميه دي حاجه احنا ممكن نلحقها، انما لو وصلت الامونيا لدرجه عاليه جدا في الميه او مستوياتها عاليه فيها موت على طول. طيب ايه الاعراض بقى اللي تظهر على السمك لو نسبه الامونيا عاليه؟ اولا الارهاق الشديد جدا والتعب، اجهاد، السمك ما بياكلش، السمك على طول راكن يا تحت الحوض يا تحت في الحوض يعني، يا اما على السطح فوق بيحاول ياخد اكسجين. تمام. صعوبة التنفس، مش لاقي حتة في الحوض فيها اكسجين فبيطلع ياخد اكسجين من الهواء. قلة المناعة للسمكة. تمام. طب ايه اللي بيحصل بعد كده؟ بعد نسبة الأمونيا ما بتعلى، ايه اللي بيحصل للسمكة بقى؟ اللي بيحصل ان السمكة بتتنفس عن طريق ايه؟ الخياشيم بتاعتها. بتتنفس ايه؟ بتتنفس أمونيا، ما بتتنفسش اكسجين. فبالتالي بيحصل لها تسمم أمونيا بيبتدي من الخياشيم. طبعا ده بيحصل تهتك في الاورده بتاعه الخياشيم، وطبعا خلاص اعتبر كده ان السمكه بتتنفس سموم، فاكيد طبعا في طريقها للموت. تمام. طيب حته كيمياء صغيره كده، معلش انا عارف ان في ناس كتير قوي ما بتحبش ان انا اتكلم في الكيمياء، يعني حتى حلقات الكيمياء مش جايبه مشاهدات خالص. مش مشكله يعني بالنسبه لي انا هقول لك المعلومه كلها، هقولها لك علميه او هقولها لك معمليه، هقولها لك باي طريقه، بس المهم انها توصل لك. طيب لو قلنا المعادله ماشيه ازاي؟ المعادله ماشيه معايا يعني المعادله اللي هقولها لك دي دلوقتي دي معادله كيميائيه ازاي الامونيا بتتكون في الاخر.
المعادله بتقول 3H2 بلس N2 equal 2NH3. حلو قوي، نفصصها مع بعض. طيب اللي بيحصل ايه عشان الامونيا تتكون؟ بقايا الاكل، فضلات السمك، السمك الميت، الزرع الميت، كل الحاجات دي بتتحلل في الميه بعد وقت. لما تيجي الحاجات دي كلها تتحلل بتعلي نسبة ايه؟ النيتروجين. الكلام ده كله لما بيجي يتحلل في الميه بينتج عنه مادة النيتروجين. النيتروجين ده اللي هو عندنا في المعادلة اللي هو N2. طيب بيتحد مع مين؟ بيتحد مع 3H2 اللي هي ذرات الهيدروجين اللي في الميه. الميه المكون بتاعها H2O. فانا باخد بقى النيتروجين بيعمل بوند زي ما بيقولوا كده مع ذرات الهيدروجين اللي في الميه وبيكون لي في الاخر 2NH3. دي المعادله بالكامل ودي شرحها. يبقى مبدئيا كده نفهم ان السبب الاساسي لتكوين النيتروجين يعني هو كسبب اولي هو زياده المواد المتحلله في الماء، اللي هي الزرع المتحلل او الزرع الميت لما بيتحلل، السمك الميت لما بيتحلل، فضلات السمك لما بتتحلل، الاكل الزياده اللي انت بتاكل السمك دي زياده والسمك ما بياكلوش وبالتالي برضه بيتحلل. طبعا كل ده بمساعده رفع درجه الحراره بيسرع الموضوع شويه. ان شاء الله باذن الله احنا النهارده اتكلمنا بس كده، فتحنا كلام بس عن الامونيا. يعني الامونيا بالنسبه لي هعمل لها كذا حلقه وهجاوب على كل الاسئله اللي ممكن تخطر في بالك واللي ممكن ما تخطرش. يعني في ناس لما تيجي تسالني على البيج او تيجي تسالني هنا في اليوتيوب على قناه اليوتيوب، فببص ان انا بلاقي ان في اسئله عامه جدا علشان اشرح لك الكلام ده كله انت هتتوه مني. فالاحسن ان شاء الله باذن الله ان انا هعملها في حلقات وتبقى حلقات كلها مجمعه كده خاصه بماده ايه؟ الامونيا. لان انا اعتقد ان ماده الامونيا من الموضوعات اللي احنا كلنا محتاجين ان احنا نعرف عنها كل حاجه، ونعرف ازاي ان احنا في الفيديو الجاي ان شاء الله هبكلمك في الكلام ده، ازاي ان انا اخلي نسبتها زيرو او على الاقل اخليها في نسبه المسموح. ازاي اقول لك او يعني تعمل ايه علشان خاطر تخلي النسبه عندك قليله تحافظ على السمك بصحه كويسه. اشوفكم في الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.